الاخوان اليوم غادي نوريكم الطريقه اللي خاص ضروري المدرب ديال السياقه يوريها لكم اول مره. السيد اللي معنا، الشخص اللي معنا اول مره في حياته غيسوق السياره، ما عمره ما كيعرف عليها حتى شي حاجه، خايف ياك؟ ما تخاف ما والو. حنا ان شاء الله غادي نشرحوا له بشويه، وهذه هي البدايه ديال كاع السائقين اللي خاصهم ضروري يبداو من الديبار. اول حاجه الاخوان، شوف ولدي ملي كنبغيو نعوطوا اول حاجه تنطلعوا الطوموبيل ديالنا، من بعد بسم الله الرحمن الرحيم كنعوطوا الكرسي ديالنا. يعني الجلسه ديالنا مهمه بزاف، يعني عندنا واحد الحديده هنايا كنهزوها بيدينا وكنكحزوا الكرسي بهذه الطريقه، يعني كنشبروا في الفولون ديالنا وكنكحزوا بهذه الطريقه، بحيث ان لومبرياج ديالنا، رجلنا في لومبرياج تكون واصله حتى للقاع، ما تكونش رجلينا مطلوقه بزاف، وما تكونش يعني كتقيس لينا هاد البلايص هادي. واخا من بعد ما كنعوطوا الكرسي ديالنا، كاين المسند ديالنا كنعوطوه حتى هو على حساب الا كنا قصارين باش نشوفوا من فوق الفولون، يعني ما خصناش نشوفوا الفولون تحجب لينا الرؤيه، خصنا نشوف قدام يعني على ابعد مسافه. ثالث حاجه سيدي كنعملوا حزام السلامه. حزام السلامه دائما نمشي له باليد اللي ماشي حداه. مثلا انا عندي الحزام ديال السلامه على اليمين، كنشد بهاد اليد هادي وكنجبد الحزام ديالي بحال هيدا، وكنحاول ما امكن نشد بحال هكا ونبعد هكذا، وتنشد هاد البزيم هذا كنشدو بهاد الطريقه هادي باش السنطه ديالي ما كتكونش ملويه وكتكون موضوعه على الخصر ديالنا. دير السنطه ديالك كما قلت لك، غتجيب هاد اليد هادي غتجبد وغادي تدخل هايداك وكتحط السمطه ديالك في هاد البليس بحال هكا صافي، وكتدخلها في الموطع هذا. السمطه ما خصهاش تكون ملويه. من بعد سيدي ما عملنا حزام السلامه ديالنا، دابا غنتعرفوا على السياره ديالنا. ما كنعرفوا على السياره ديالنا حتى حاجه. اللي خصك تعرف هو ان السياقه كتساق بالعين، يعني نشوف العقل، يكون العقل ديالنا مزيان، ما نكونش مرضي، ما نكونش عندنا مشاكل، ما يكون حتى شي حاجه، انت تبع غير معايا صافي. من بعد كنشوفوا لي كوموند ديال يدينا وديال رجلينا، لان العين تدرك والعقل هو اللي يقرر، يعني كيجي الميساج من عينينا للعقل ديالنا، من بعد من العقل ديالنا كيمشي الميساج اما ليدينا اما رجلينا. اللي خصك تعرف هو ان الفولون ديالنا، نبداو بسم الله. شوفوا البطيء فيتاس خاويه، ديمارينا السياره ديالنا. شوفوا لاحظ معايا الفولون ديالنا كنجبروها اما بهذه الطريقه هذه او لا بهذه الطريقه هذه. يعني علاش هادشي هذا؟ لان هذا هو المشكل الوحيد اللي عند بزاف الناس اللي ما كيشدش الفولون بحال هكذا، كيوقع له مشاكل في الطريق. الفولون ديالنا مثلا بغينا ندوروها الجهه تاع اليمين، كنزولوا يدينا تاع اليمين وكندفعوا بيدينا تاع اليسار وكنجبدوا من الفوق هكذا، كنجبدوا بحال هكذا، غادي نصدورها وكنعاود بحال هكذا. دابا الفولون ديالنا كامله دايره، شوف دابا باش شاده باليدينا اليساريه، يعني الا بغيت نعوض كندير نص دوره بحال هكذا وكنشد بهاد اليد هادي وكندفع هكذا، ودائما الجهه اللي كندور ليها اليد ديالها هي اللي كتجبد. دوره ونص كيتعوطوا الروايد صافي. علاش خصنا نحطوا يدينا؟ حط يدك هنا ويد هنا. علاش خصنا نحطوا يدينا هنا؟ باش كيكونوا لي كوموند ديالنا قرابين لينا، يا اما هكذا يا اما هكذا. هذا فيما يخص باش نعوطوا الفولون ديالنا. ثاني حاجه خاصك تعرف بان هذا اللي كيكون هنا كاع عند جميع السيارات، هذا تيتسمى مساحه الزجاج او لا سوي كلاس، باش كيمسحوا الزجاج. فيه المسح والغسل. الغسل كنجبدوه بحال هكذا، والمسح كنجبدوه كنديروه بحال هكذا، ثلاثه ديال لي نيفو. وكاين فيه حتى المسح الزجاج ديال اللور، كندوروا هذا ولا دورنا هذه حتى لهنا كيغسل لينا الزجاج. عرفنا؟ بالنسبه لا كوموند اللي في اليسار ديالنا، هذيك عندها علاقه بالضوء. يعني لاحظ معايا، الا شدينا بحال هكذا ودورنا كنشعلوا ضوء الوضع، من بعد كنشعلوا ضوء التقابل، الكود والفار والفيوز. يعني الفيوز هو الاول، موراه الكود، موراه الفار. باش كنديروا الاشاره الضوئيه كنديروا بحال هكذا صافي. بالنسبه للسينيال تاع اليمين، دائما يدي خصها تكون في الفولون بحال هكذا باش كنطلع السينيال اليمين فوق غير بصبعي. ملي كنبغي نهبط السينيال لتحت اليسار كنهبطو غير بهاد الصبع هذا. ملي كنبغي نحيدو كنقيسو هكذا كيطيح صافي. هذا بالنسبه للسينيالات. نجيو لهنايا، كاين السينيالات بربعه، هما هذا اضواء الخطا، اضواء النجده. كنستعمل ملي كتكون حركه السير بطيئه او لا كنكونوا واقفين في شي بلاصه اللي
ما خصناش نوقفوا فيها. مثلا دوزيام بوزيسيون عندنا شي عطب واقفين في طريق السيار، يعني كنعملوا هاد الاشاره هذه باش كنعلموا الناس اللي من مورانا بان نحن واقفين في حاله او لا غاديين شويه، باش ما كيوقعش مشاكل في الطريق، يعني كتعطيه الاشاره من البعيد. ثاني حاجه لاحظ معايا ان كاين هذا كيدور لنا الريح في السياره ديالنا، يعني على حسب لو نيفو ديالو. ومن الاحسن الا درنا في هذه البلاصه هذه في وقت الشتاء، حيت كيخرج لنا الريح من القدام ديال السياره باش كيحيد لنا الضبابه ديال الزاج القدام، وحتى كيخرج حتى من هنا باش كيحيد لنا الضباب اللي كيكون في الزاج ديال الجنب ديالنا، يعني كاين هنا وهنا وهنا. اما الزاج ديال الخلف فخصنا نبركوا على هذه اللي فيها هذا الرمز هذا، كنبركوا عليها باش كيحيد لنا الضبابه اللي كتكون في الزاج ديال الخلف. دابا حاليا مازال ما عملنا والو عاد، لان المهم هو اللي غادي نكونوا من بعد اللي غنشوفوا هذا الشيء هذا. ثاني حاجه اللي خصنا نعرفوا، دائما كنهضروا على ليكم وانتم عدينا الكاخه او البواطه فيتاس ديالنا. البواطه فيتاس هي فيها مستويات للسرعه، 1 2 3 4 5، كاين اللي فيها حتى 6 وكاين مارشاريير، اتفقنا. هذا عنده علاقه بالرجله اليسريه، تيتسمى الرجله اليسريه لومبرياج او الواصل او الامراكي، بالنسبه لي كيضرب اسبانيا. بالنسبه للومبرياج ديالنا ضروري خصنا نسطموا عليه باش كندوزو هاد الفيتاس هادي. اولا قبل ما كنديروا السياره ديالنا خصها تكون البواطه فيتاس خاويه بحال هكذا، كنديروا ماشي كنديروا هيدا ونطلقوا، نديروا هيدا ونطلقوا. بالنسبه للمستوى رقم 1 كيخصنا نجبدوا عندنا الركبه ديالنا وكندفعوا القدام. بالنسبه للمستوى رقم 2 ما ننصحكمش تبقاو تخويو البواطه فيتاس وعاد تجبد هكا ودير هكذا، هذه طريقه قديمه. اللي مزيانه هي تعمل مستوى رقم 1 هيدا ومستوى رقم 2 هكذا. بالنسبه للمستوى رقم 3 يكفي انك تحط لابوم تاع يدك وتدفعها بحال هكذا، يعني كتدخل هي مباشره للوسط فاش كدير هيدا، كتدخل بوا مور ومن بعد كتدفعها نيشان المستوى رقم 3. بالنسبه للمستوى رقم 4 كتجبدها بصبعينك هيدا. بالنسبه للمستوى رقم 5 كتخوي البواطه فيتاس كتجبد بحال هيدا مستوى رقم 5، يعني ضروري خصك تخوي البواطه فيتاس من 4 وسط بدا هيدا جبد هيدا. بالنسبه للمارشاري بالنسبه لهاد السياره هادي كنجبدو بحال هيدا ونديرو هذا. علاش قلت لك بالنسبه لهاد السياره؟ لان المارشاريات كيختلف من سياره لسياره. كاين السياره كتبرك عليها وتدفع هيدا، كاين اللي كتجبد بواحد اللعيبه من تحت هكذا يعني دائما ملي كتركب في شي سياره خصك تسول فين كاين المارشاريال ديالها ضروري. هذا فران تاع اليد، هذا الفران ديال اليد هذا هو اصلا فيه فران. ها هو الا بغينا نهبطوا هذا الفران هذا كنجبدوا بحال هيدا، هو الاول كنجبدوا كنتيريو بحال هكذا وكنتكيو على هاد البوطونه كنبقاو تاكين على البوطونه هذه وعاد كنهبطوا. هاد الفران هذا عنده علاقه بالفران بالعجلات الخلفيه، يعني معنيتها هبطوا في حيدات تيتليبيرا والروايد كاملين. دابا الا كانت الطوبيل في حدوره تهبط، لا كانت خاويه من طبيعه الحال البواطه فيتاس خاويه وهذا هابط وحنا ما تاكلينش على الفران، الطوبيل كانت في الحدوره او في العقبه غترجع او تمشي قدام، يعني كيليبيري الروايد كاملين. هذا كيتسمى فران التوقف، كنجبدوه بحال هكذا باش كنفراني مزيان. حاليا شفنا لي كوموند نتاع يدينا، ودابا اللي اهم بزاف هما لي كوموند تاع رجلينا. نرجعوا شويه للرياض عليك، شوف معايا كاينين 3 دواسات. لاحظوا الدواسات اللي كنصطم عليها هذه كتسمى لومبرياج، ما كنقيسوش برجلنا اليمنيه باليسريه. ها هو كنتكيو عليه حتى القاع كنطلقوا له، كنتكيو عليه حتى القاع كنطلقوا له، هذا هو لومبرياج. هذا هو الفران. هذا الفران هذا كيتحكم في العجلات ب4 بهم، يعني كيشد العجلات القدام والخلف. في حاله ما وقع لنا شي عطب في هذا الفران هذا كنفرانيو بالفران ديال اليد وكنكراطيو الفيتاس. علاش؟ لان لا فيتاس ملي كتكون كنكراطيو بها، مثلا كنا في مستوى 3 ورجعنا للمستوى رقم 2 كتنقص السرعه الموتور هو اللي كينقص سرعه لاغوطاسيون، من 2 ل1 كتنقص تزيد السرعه تنقص. اذا حاليا حنا فهمنا دابا الفيلم هذا الشيء كله. هاد الدواسه هذه اللي كتشوفوها هي كنقيسها راه كتحرك، هذيك الاكسيلاتور، هذاك عنده علاقه بالموتور. اذا وحده عندها علاقه بالموتور وهذه عندها علاقه بالروايد، وهذه هي اللي كتفصل وتوصل ما بين المحرك والروايد. شويه قضيه بحال ما فهمناش. اوكي غنفهم لك دابا مزيان. لاحظ معايا، الا عمرنا البواطه فيتاس كانت في المستوى رقم 1 مثلا
وبغينا نديماريو السياره ديالنا. الا ديمارينا السياره ديالنا والبواطه فيتاس عامره، فراه المحرك في هذه الحاله مع المحرك والعجلات كيكونوا ملتصقين ببعضهم، وهذا الشيء عنده علاقه بالديسك والبلاطو نتاع لومبرياج. البلاطو والديسك نتاع لومبرياج كيكونوا ملتصقين ببعضهم. فاش كنديماري انا السياره ديالي بهذه الطريقه كتنقص بيا الطوموبيل. اذا علاش كتنقص؟ حيت كدور المحرك والمحرك ملتصق في العجلات كيدورهم. لاحظوا معايا انني الا بغيت نديماري السياره ديالي والبواطه فيتاس عبره شنو خصني نعمل؟ شوفوا عافاك هنا كنزطم على لومبرياج تاع القاع وعاد كنديماري السياره ديالي. الا منين زطمت على لومبرياج شنو وقع؟ فسخت المحرك على العجلات، يعني بعدتهم على بعضهم. فاش ديماريت السياره دار المحرك وما دورش العجلات. الوغ ملي كنطلق انا لومبرياج الا طلقتو بالزربه تسكت لي الطوموبيله، كنطلقو بشويه كنطلق لومبرياج كتحرك بيا السياره، كنزطم على لومبرياج كتبقى تحرك السياره. اذا هذا شنو كيدير؟ كيوقف العجلات. هذا كيوقف العجلات. الوغ علاش انا كنقول لكم دائما في الفيديو زطموا على لومبرياج عاد فرانيو. بالنسبه للمبتدئين الاخوان عندهم مشكل. شنو هو؟ في عوض مثلا كتكون في عوض ما كيمشي الفران كيمشي الكسيراتور. لاحظتوا سمعتي؟ الا مشيتي الكسيراتور المحرك كيدور، ولا كان المحرك مرتبط بالعجلات فرك تجري الطوموبيله. الوغ شنو كنديروا؟ كنزطموا على لومبرياج باش نبعدوا المحرك على العجلات، وحتى الا غلطنا ومشات رجلنا للكسيراتور بحال كانت بوامور، بحال كما سمعتي دابا من كسيريس دار الموتور خاوي. ولكن الا كان كاخا عامره وطلقت على لومبرياج ومشيت في عوض من فراني كسيريت الطوموبيل كتهرب بيا. الوغ انت كمبتدئ كنقول لك دائما كنصيحه خلي رجلك فوق لومبرياج. علاش؟ في حاله ما شفتي شي خطر قدامك هو على واحد المسافه ابعد، لان بالنسبه للمبتدئين مسافه الامان ستكون اطول اكثر من المحترفين. الناس المحترفين راه كيلصق في الطوموبيله واخا هي ماشي قانونيه، لانه هو تيكون دائما مستعد لاي لحظه. الوغ شنو خصني يدير؟ انت كمبتدئ دائما خلي رجلك فوق لومبرياج. ملي كتخلي رجلك فوق لومبرياج يفوت تشوف شي خطر على واحد المسافه ابعد كتسطم على لومبرياج واخا تخفى في الطوموبيل ماشي مشكل. الرجل الاخرى ما كتبقاش فوق الكسيراتور، كترجع للفران، كتقيس الفران المره الاولى المره الثانيه كتقراطي الفيتاس ديالك، التروازيم تعمل لها دوزيام، كان دوزيام تعمل لها المستوى الاول. هذه هي احسن طريقه الاخوان باش حتى واحد ما يبقى عنده مشكل ديال السياقه، وحتى واحد. وان شاء الله حنا غنجربوا مع الاخ ديالنا المبتدئ ان شاء الله باذن الله، وغنوريكم في هذه اللقطه الماجيه. فعل قدام الاخوان اللي كيقول لك بان الطوموبيله ديال تعليم السياقه فيها هذيك الريدينتي، او الريدينتي كيكون في الموتور في السونطروا، يعني كيزيدوا له واحد شويه ديال الصوت باش كتسمع ديك هذا الموتور ديالنا حنا معاود عادي. اي طوموبيله كتحرك بهذه الطريقه الا طوموبيله ايسونس كسيله شويه تلقى شويه لومبرياج. دابا حنا غنطلقوا غير لومبرياج. لاحظ معايا، شوف حيد هاد الرجله ولدي، شوف تم طلق لي لومبرياج بشويه، زيد طلق له شي شويه، زيد طلق له شويه، خليها تمشي الطوموبيله. زول دابا لومبرياج، زول لومبرياج. شوف الطوموبيل كتمشي، حيد رجلك على كلشي. شوف الطوموبيل كتمشي بوحدها ولا لا. شوف هنا في الطريق ياك مزولين جنا على لومبرياج. هاي الطوم ماشيه، غندورو الفولون هيدا زيد فوق عاوتاني هيدا مزيان. انا واش كنسوق معاك؟ كنسوقشي معاك، تسوق بوحدك. الطوموبيله ساهله. غنوقفوا الطوموبيله غنزطموا على لومبرياج هو الاول، سطم فراني بشويه. هاي وقفت الطوموبيل. يعني شكون اللي مخلعك؟ ما عندكش مناش تخلع. الطوموبيله كنتحكموا فيها حنا، ماشي هي اللي كتحكم فينا. يعني حنا اللي كنحركوها، حنا اللي كنوقفوها. عاود طلق فران ولدي، طلق لومبرياج بشويه، زيد طلق شويه لومبرياج، عمل السينيال الفوق. ايوا غندور الفولوم ديالنا هايدا، غنجبدوها من الفوق. شوف انت، شوف يدك كيفاش كتخدم، ماشي بحال يديا. شوف يديا، شوف ديما خلي يدك كما تنوريك انا. قرب هيدا وعاود يديك، زول البالومبرياج، زول. انا نوريكم ديك الطريقه اللي قلت لكم، ملي كتفغيو هاد ما تفراني كتمشي رجلك الكسيراتور، زطم على الكسيراتور شنو يوقع؟
اكسيلاتور حيد هذيك لومبرياج، حيد اكسيلاتور كنخدمو باليمنيه، كسيري شويه كتجري الطوموبيله. فوالا غنزولو اكسيلاتور، غنزيدو على لومبرياج، سطام على لومبرياج مزيان، كسيري شوف كسيري ما كتمشيش الطوموبيله، حيت ملي كنكون زاد على لومبرياج واخا تمشي رجلين الاكسيلاتور ما غاديش تهرب بك الطوموبيله. اذا الاخوان كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله. راه هذا هو الدرس اللي مهم اللي خصكم تعرفوه مع مدرب السياقه، اول درس من هنا كتنطلقوا ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. هذا الفران هذا عنده علاقه بالفران بالعجلات الخلفيه، يعني معنيتها هبطوا في حيدات يتليبيرا والروايد كاملين. دابا الا كانت الطوموبيل في حدوره تهبط، لا كانت خاويه بطبيعه الحال، بوطه فيتاس خاويه وهذا هابط وحنا ما تاكلينش على الفران، الطوموبيل كانت في حدوره اولا في العقبه غترجع اولا تمشي قدام، يعني كيليبيري الروايد كاملين. هذا كيتسمى فران التوقف، كنجبدوه بحال هكذا باش كنفراني. ودابا اللي اهم بزاف هما لي كومونتو على رجلينا. نرجعوا شويه للور ذلك، شوفوا معايا كاينين 3 دواسات، لاحظوا الدواسات اللي كنصطم عليها، هذه كتسمى لومبرياج، ما كنقيسوش برجلينا اليمنيه باليسريه، ها هو كنتكيو عليه حتى القاع كنطلقوا له، كنتكيو عليه حتى القاع كنطلقوا له، هذا هو لومبرياج. هذا هو الفران، هذا الفران هذا كيتحكم في العجلات ب4 بهم، يعني كيشد العجلات القدام والخلف. في حال ما وقع لنا شي عطب في هذا الفران هذا كنفرانيو بالفران ديال اليد وكنكراطيو الفيتاس. علاش؟ لان لا فيتاس ملي كتكون كنكراطيو بها، مثلا كنا في مستوى 3 ورجعنا للمستوى رقم 2 كتنقص السرعه على الموتور، هو اللي كينقص سرعه لاغوطاسيون من 2 ل1 كتنقص، تزيد السرعه تنقص. اذا حاليا حنا فهمنا دابا الفيلم بهذا الشيء كله. هاد الدواسه هذه اللي كتشوفوها هي كنقيسها راه كتحرك، هذيك الاكسيلاتور، هذاك عنده علاقه بالموتور. اذا وحده عندها علاقه بالموتور، وهذه عندها علاقه بالروايد، وهذه هي اللي كتفصل وتوصل ما بين المحرك والروايد. فهمك دابا مزيان؟ لاحظ معايا، الى عمرنا البواطه فيتاس كانت في المستوى رقم 1 مثلا، وبغينا نديماريو السياره ديالنا، الى ديمارينا السياره ديالنا والبواطه فيتاس عامره، فراه المحرك في هذه الحاله مع المحرك والعجلات كيكونوا ملتصقين ببعضهم، وهذا الشيء عنده علاقه بالديسك والبلاطو نتاع لومبرياج. البلاطو والديسك نتاع لومبرياج كيكونوا ملتصقين ببعضهم. فاش كنديماري انا السياره ديالي بهذه الطريقه كتنقص بيا الطوموبيل. اذا علاش كتنقص؟ حيت كدور المحرك والمحرك ملتصق في العجلات كيدورهم. لاحظوا معايا انني الا بغيت نديماري السياره ديالي والبواطه فيتاس عبر شنو خصني نعمل؟ شوفوا عافاك هنا كنسطم على لومبرياج تاع القاع، وعاد كنديماري السياره ديالي. الا منين طمت على لومبرياج شنو وقع؟ فسخت المحرك على العجلات، يعني بعدتهم على بعضهم. فاش ديماريت السياره دار المحرك وما دورش العجلات. الوغ ملي كنطلق انا لومبرياج، الا طلقتو بالزربه سكت لي الطوموبيله، كنطلقو بشويه كنطلق لومبرياج كتحرك بيا السياره، كنصطم على لومبرياج كتبقى تحرك السياره. اذا هذا شنو كيدير؟ كيوقف العجلات، هذا كيوقف العجلات. الوغ علاش انا كنقول لكم دائما في الفيديو زطموا على لومبرياج عاد فرانيو. بالنسبه للمبتدئين الاخوان عندهم مشكل، شنو هو؟ في عوض مثلا كتكون في عوض ما كيمشي الفران كيمشي الكسيراتور. لاحظتوا سمعتي؟ الا مشيتي للكسيراتور المحرك كيدور، ولا كان المحرك مرتبط بالعجلات فراك تجري الطوموبيله. الوغ شنو كنديروا؟ كنزطموا على لومبرياج باش نبعدوا المحرك على العجلات، وحتى الا غلطنا ومشيت رجلنا للكسيراتور بحال كانت بوامور، بحال كما سمعتي دابا من كسيريس دار الموتور خاوي. ولكن الا كان عامره وطلقت على لومبرياج ومشيت في عوض من فراني كسيريت، الطوموبيل كتهرب بيا. الوغ انت كمبتدئ كنقول لك دائما كنصيحه، خلي رجلك فوق لومبرياج. علاش؟ في حالة ما شفتي شي خطر قدامك هو على واحد المسافة أبعد، لأن بالنسبة للمبتدئين مسافة الأمان خصها تكون أطول. أنت كمبتدئ دائما خلي رجلك فوق لومبرياج. ملي كتخلي رجلك فوق لومبرياج يفوت تشوف شي خطر على واحد المسافة أبعد كتسطم على لومبرياج، واخا تخفى في الطوموبيل ماشي مشكل، الرجل الأخرى ما كتبقاش فوق الكسيراتور، كترجع للفران، كتقيس الفران المرة الأولى، المرة الثانية كتكراطي الفيتاس ديالك.